بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جاي النهاردة أتكلم مع المواطن المصري. قاعدة كده في الروقان ونجيب حاجة نشربها، قهوة ولا شاي، ونقعد نفكر مع بعض. علشان بصراحة أنا قعدت أتفرج على الأخبار وأتابع الأحداث اللي كلنا متابعينها، ونشوف الدنيا ماشية إزاي حوالينا. وكان نفسي أتكلم معاكم من فترة نحلل مع بعض شوية حاجات، وأقول لكم رأيي في شوية مواقف من المواطن المصري نفسه. أنا بصراحة مش راضي عن الموقف العام بتاعنا كمصريين، وحالة المعارضة اللي بتظهر دايما ديت في أي قرارات تتخذها الحكومة تقشفية. وزعلانين من الأحداث العامة، إن إحنا ليه الأنوار بتطفي، وليه مش هنعرف ننزل بعد الساعة 9، وليه الأسعار بتعلى والبنزين بيعلى والسولار بيعلى. يا جماعة، انتوا لازم تشوفوا، حللوا كويس قوي الأوضاع العالمية اللي حوالينا وإيه اللي بيحصل حوالينا. يعني طبعا انتوا كلكم مدركين وخبراء سياسيين، بس الفكرة كلها مش كده. الفكرة فكرة اللي ايده في الماء مش زي اللي ايده في النار. احنا حاربنا قبل كده، اكتر بلد حاربت. مصر لو على الحرب، الانتقادات الموجهة لينا ان احنا مش ليه ما بنمدش ايدينا ونحارب، مصر اكتر بلد حاربت. حاربنا 48، وحاربنا 56، وحاربنا 67، وحاربنا 73، وحاربنا الارهاب ولازلنا بنحارب. ويعني خدنا حروب كتيرة جدا. فالمصري ما فيش عليه جدل، والدولة المصرية ما فيش عليها جدل، ولا حد يقدر يشكك في عروبتنا وفي قدرتنا على ان احنا نتصدى لأي حاجة. بس احنا الجيش بتاعنا عنده عقيدة ان هو مش عقيدة هجومية. احنا مش ناس هجوميين، لا نتعدى على أراضي حد، ولا نتعدى على حقوق حد. لكن ممكن نساعد أي دولة تلجأ لنا، تكون دولة صديقة أو دولة أخت من إخواتنا العرب، نساعد طبعا بعينينا. لكن إحنا لا نتعدى على مقدرات الدول. ده مبدأ، وده مبدأ أي مصري، إن هو ما بيحبش ياكل حق حد غيره. في دول على العكس، ناس تانية، دول تانية زي أمريكا. شوفوا طريقتها. انتوا زعلانين من مصر ان هي مديونة، وعمالين نبهدل في الحكومة ونقطع في هدومهم ونبهدلهم كل يوم. انتوا ورطونا بالمشاريع اللي عملتوها، رغم انها كلها عشان تتعمل دلوقتي تتعمل بأضعاف مضاعفة من المبالغ اللي اتعملت بيها. الى جانب اضف الى ذلك ان انت بنيت جيش قوي جدا جدا جدا، كان هو دلوقتي هو الستر وهو الغطا ليه المصريين كلهم. اتفرج بقى على الدول التانية، الدول العظمى بتحل مشكلة أزمة الدين بتاعها ازاي. تخش تعتدي على دول أخرى، زي ما أمريكا عملت وراحت خدت فنزويلا وهجمت على إيران بأسباب غير مبررة. يعني الكلام طبعا كله ماشي في سكة مش مش هي دي الحلول، إن أنت تموت شعب كامل عشان تعيش أنت، أو تقضي على دولة ذات سيادة عشان تعيش أنت. أنا مش شايف أي أسباب وجيهة لهذه الحروب. ولكن خلينا نتكلم عن نفسنا. احنا دلوقتي عندنا دولة محترمة، عندنا قيادة معرضة من دي 1، وهم بيشتغلوا بمنتهى الحرص. واللي عارف اللي سايق بمنتهى واخد بقى باله قوي وماشي بمنتهى الحرص، مش عايز يطلع طلقة من مسدسه إلا عند الضرورة. لكن ده مش معناه ان جيش مش قادر يحارب بكرة الصبح. ده جيش بيحاسب قوي على اللي بنيناه وعملناه في 15 سنة ولا في 12 سنة. تعبنا جدا. وعلى فكرة احنا بنينا، لا جبنا امريكان ولا جبنا ناس تبني لنا ولا حطينا قواعد ولا المصريين اللي بنوا. تعبنا جدا وكل المؤسسات بتاعت الدولة اشتغلت، وكل المسؤولين في الدولة اشتغلوا بإخلاص، ولا أشكك في أي حد. طبيعي ان احنا مرحله لما تكون بتبني عماره ان انت تتزنق، وانت بتدبر الموارد وتجيب بقى حديد واسمنت ومش عارف ايه، ويجي عليك ايام في زنقه وايام فيها معاك تمام فيضان فلوس، فتنزل تشتري شويه مواد خام. هو ده اللي بيحصل لنا. احنا زينا زي يعني اللي بيحصل لمصر. الظروف الاقتصاديه دي عاديه جدا. بتاع الدوله بنت نفسها وما استعنتش بحد، ده بالعكس بنت نفسها بايدين ولادها. كل الشعب المصري احنا جينا على نفسنا وشدنا الحزام ولمنا نفسنا، والشعب كله تكاتف علشان يبني مصر، مش الحكومة بس. انا مش بتكلم، مش هشكر في الرئيس. طبعا الرئيس عمل مجهود كبير جدا، والحكومة المصرية عملت مجهود كبير جدا. الحكومات اللي تتالت ورا بعضها، كل وزير جه قام بواجبه وعمل اللي عليه.
وانا يعني الحمد لله ان احنا مصريين، انا بفتخر ان انا مصري. وعلى فكره الاجراءات اللي اتخذت مؤخرا ديت اول مره اكون انا واقف داعم جدا لرئيس الحكومه وهو بيتكلم. هيعمل ايه؟ ده في دول بره مصر حصل لها اضعاف الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. يعني لا في سولار ولا في بنزين، والبنزين بيزيد $5 و3 دولار وحاجات كده، حاجات يعني فوق قدراتنا بكتير. فلما الدولة تكون عندها زنقة لازم نقف جنبها. لازم، احنا دي دولتنا، احنا ده بلدنا. هنقف امتى ونشتغل امتى ونعمل امتى ونقف جنب القيادة امتى؟ وبطلوا بقى فكرة ان خلاص احنا رشحنا رئيس خليه يشيل. مش لازم نشيل. كل واحد يبقى مساعدته للدولة ومسؤوليته الاجتماعية هي مسدسه اللي بيضرب بيه، ويبقى فرد من الجيش. ما هو الجيش بيدافع عن أرض البلد، وكل واحد ومستعد كل ضابط وكل عسكري إنه يضحي بحياته عشان يحمينا. إحنا كمان لازم نقدم مسؤولية اجتماعية متمثلة في إن إحنا نلتزم بالقوانين اللي بتقولها الحكومة، نقف ورا القيادة السياسية، نقف ورا الحكومة، ونوصل للنتائج اللي إحنا عايزينها، نحمي بلدنا. إحنا احنا تكتلنا ده عشان تبقوا فاهمين انتوا عاملين ايه. انتوا اقوى من اي دبابة واي اي طياره واي تقدم تكنولوجي. الشعب المصري تمسكه وان هو واقف ورا القياده السياسيه، وسايب بقى اللي بيتكلم والمعارضه والكلام اللي بره دي تتكلم زي ما هي عايزه، وعنده عقيده قتاليه ان هو بلده اهم من اي حاجه. هو ده سلاحنا، هو ده قوتنا، هو اللي جاب الامريكان عندنا. الرئيس الامريكي جاء عمل مؤتمر السلام عندنا في مصر، ومستعدين يجوا تاني وتالت علشان مصر هي الامن والامان. كل الناس دلوقتي ملجأها بيجوا على مصر عشان يقعدوا في مكان آمن. فحافظوا على بلدكم، حافظوا على النعمة اللي احنا فيها. احنا ما عندناش طيارة معادية نسمع صوتها بالليل، ولا عندنا حد يقدر يحط رجله جوه الأجواء المصرية، يقرب من الأجواء المصرية أو من الأرض المصرية. احنا حاميينها بدمنا. مش الجندي المصري بس، كل راجل وكل شاب وكل ست مصرية هي جندية في الجيش، هي ورا بلدها. خليكم بالعقيدة دي اللي مخلتنا أحسن شعب في العالم. أشكركم.